مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في دزاير ديكو من الاستوديو ديالنا اللي عاودنا رجعنا له بعد ما درنا دوريه نحو الجنوب ودوريه نحو الغرب، وين كنا رحنا واياكم لغردايه وشفنا لا كويزين اللي كنا بدلناها في غردايه، ومن بعد موراها طلعنا للغرب، رحنا مباشره لولايه تلمسان وين شفنا لو صالون تاع فايزه وشفنا العائله كامل اللي انضمت فيه، وعاودنا رجعنا لو صالون ديالنا هنايا باش نقابلوكم نتوما مشاهدينا ونتبعوا الرحله تاعنا تاع دزاير ديكو، وين في كل مره نحكوا حكايه جديده ورحله جديده وعائله جديده ودار جديده نتعلموا منها اساسيات الهندسه المعماريه. وكما شفتوا في العدد اللي فات كنا في ولايه تلمسان وعشنا لحظات جميله بزاف مع العائله كامل اللي اجتمعت في الصالون. وش رايكم نروحوا مباشره نعاودوا نعيشوا اهم اللحظات اللي جمعتنا واياكم في تلمسان. بالفعل أميرة، ميسيون أكومبلي في تلمسان. روعة ما شاء الله. واو. تمت الفرحة بحضور الجميع. عائلة عميرات كانت ملمومة كامل في هذا الصالون الجميل. حميد، حمزة وشبح القاعدة بختة. حبة الناس كنز لا يفنى. شوفي ملي دخلت راهي شدت لي يدي ما بغاش تطلقها. هذه بالدراهم أميرة تيتالي، هذه بالدراهم ما تلقيهاش. حتى بختة وعجبها الصالون. الله يبارك. دزاير ديكو درت لكم واحد الصالون. وقيل دزاير ديكو حتضرب لها دورة في وهران. نعيطوا لحميد صايرة عندي العرفة معاه. الو حميد روح باغي نبدل الديكور. أنا فرحت كي لبيت الرغبة تاعو، سي كيك شوز دينيستيمابل كي تشوفي واحد تو لو رياليز لو ريف تاعو. ربي يحقق لي امنيتي، ربي يسخركم ليا الحمد لله وحقق لي لو غاف تاعي. أنا فرحانين جدا معهم وفرحانين أنهم الأحلام تاعهم تحققت في هذا الإنجاز. وطبعا فرحتنا وفرحة كامل فريق دزاير ديكو تكمن في لا ساتيسفاكشن تاع العائلة. تلمسان مرة واحدة نعاودوا نرجعوا لهنا لكم مشاهدينا. وقبل ما نكملوا البرنامج تاعنا خلوني نشكركم نتوما اللي راكم تتفاعلوا معنا بزاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب والانستغرام والفيسبوك. شكرا على تفاعلكم، على الميساج ديالكم اللي راهم يلحقونا. دعمكم هو الصح وانتوما هما الصح، ورانا هنايا ديما على جالكم. ومباشرة نقول مساء الخير تاني لزينة القاعدة تاعنا في دزاير ديكو. حمزة جالة مساء الخير. مساء الخير أميرة ومساء الخير كل مشاهدينا الكرام. واش الأحوال مع رمضان؟ والله الحمد لله لا بأس لا بأس. سير لا بأس على العموم. صافا راك شاد مليح؟ لا الحمد لله. الحمد لله. إذا كما شفت معنا حمزة كنا في تلمسان شفنا نعم. الأجواء مع الصالون تاع فايزة عميرات اللي نحيوها ونحيو العائلة ديالها. دونك عشنا هذوك الاجواء كامل كيف عاودنا رجعنا ماشي هما خليناهم بالتمسيمه، حنا رجعنا بالتبسيمه لهنا للاستوديو. نعم صحيح كل مره يعني وين ندخل البسمه على اصحاب يعني الدار. احنا ثاني نفرح بذلك فرحا شديدا وكبيرا جدا. ان شاء الله خلينا لهم الخير وعاودنا رجعنا لهنا، وما راحش نطولوا في الاستوديو. نقول لكم باللي هكذا شويه ولا ايامات برك ونعاودوا نخرجوا ونعاودوا ندوكم تروحوا معنا لولايه جديده. نروحوا البجايه. رايحين لبجايه جوستومون. عندك انت يا روزا اللي كنتي شاركتي معنا وحلفك الحظ في الطنبوله ولا المسابقه في الموسم الثاني وخرج اسمك اللي راح نعاودوا لهم لسان تاعهم في بجايه. اليوم ندوكم إلى واحدة من أجمل المدن الساحلية في الجزائر، لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط بجاية. إلى جانب مناظر طبيعية خلابة تفتخر بجاية بمعالم سياحية رائعة. وتعتبر بجاية مركزاً ثقافياً مهماً في الجزائر، حيث تحتضن العديد من المهرجانات الثقافية والفنية، كما أنها تعتبر موطناً للغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية.
وأهم حاجة هي أنه بجاية تحتضن عائلة لونيس اللي شاركت وربحت معنا. يلا نتعرفوا عليهم. مساء الخير، مرحبا بكم. أنا لونيس روزا، أنا اللي شاركت معكم في تومبولا زاير ديكو. ربحت معكم تجيو تعاودوا لي الصالون. أنا يا لونيس فهيمة إمات روزا، مرحبا بكم عندنا في بجاية. معرفة خير فهيمة وروزا. روزا احكينا كيفاش حتى شاركتي معنا. لا بروميير فوا كي شاركت معكم في زاير ديكو ما خبرت حتى واحد، خليتها في السر حتى خرجت في الطنبوله. بجاية لونيس روزا. يلا نروحوا الى بقايث هذه المره عند لونيس روزا. ابري عيطت لي بارو تاعي وخبرتهم على هذيك الفرحه. الاول اللي عيط له هو بابا، قلت له فوالا شاركت في الطنبوله زاير ديكو لا بيريود تاع رمضان. قلت له فوالا راني خرجت في الطنبوله، راني ربحت، يعاودوا لي الصالون. الف مبروك عليكم. يا درا فهيمة، روزا بنتك الوحيده؟ كبيرة روزا، الوسطى ميليسا، والاخرى فرح. روزا الكبيرة راها تخدم، خلصت القرا نتاعها، وميليسا السنه هذه تخرج تسوتني تخلص القرا نتاعها. والاخرى البيان، راني فخوره فيهم، ملاح تربيين، ملاح معايا، يقدروني يقدروا باباهم، والله غير الحمد لله. انا قريبه بوكو بلوس البابا، حقيقه مش قريبه البابا ولا انايا، قريبه لجدها ولجدتها الله يرحمهم، كانت عايشه معاهم. حشت بزاف الحنانه تاعهم، كيفاش كنت نتكلم معاهم. البروغرام توجور كان فيكس، واش ندير معاهم، واش نخدم واش كلش. هي دارتنا فرحتنا، نطلب ربي، نشكر ربي العالمين فرحها وفرحنا معها. ونشكركم ثاني، يعطيكم الصحة، درتوا الحاجة باش تفرحوا الوالدين تاع الولاد. نتمنى يكون فيه توجور نجمع مع خواتاتي تماك ونقصروا ويجيو دي فوا مع يما وبابا وليتو، نقصروا دي فوا نقول لهم هذا الصالون غراس ا موا ايتو. حبيت يكون وسع اكثر باسكو هذا بزاف مزير، ولا دو بيرسون 3 بيرسون يلم سي فوالا. كيما سمعتوا روزا كانت تسكن عن جدها وجدتها الله يرحمهم، عاودت رجعت لدار باباها ويماها كأنها تتعرف من جديد على الأسرة الصغيرة. روزا حبت البولا غروندير لاسباس، ما حباتوش يقعد هكذاك صالون، بورت اللي تدي الصالون، بورت اللي تخرج لو بالكون. تحب تنتغري لو بالكون معاه pour agrandir et profiter de la vue parce qu'عندهم une belle vue. حبت تاني تكون relation مع لا cuisine اللي راهي juste à côté، كاينه مور qui sépare la cuisine مع le salon. وتاني عندهم un autre espace qui était un hall. اللي شفت الهول هذاك قالت لنا بلي راني نشوف كاين ان اسباس، حبيت يتانتغرا مع لو تو. دونك فريمون كانت حابه بلوس كان رياميناجمون، مي سي فريمون تعاود كامل لا كونسيبسيون تاع الدار تاع الاسباس لو نوايو سونترال تاعهم. هذا الصالون يمثل ليهم بداية جديدة. روزا راهي تحلم بمكان يلمها ويلم العائلة تاعها، وين يديروا حصص تعارف ربما من جديد. سمعنا تري بيان روزا واش كانت حابه، خدينا فريمون الوقت سمعناها بيان، خدينا لي ميزور تاني toutes les dimensions de l'espace خديناهم. دونك il s'agit d'un salon اللي فيه 20 متر كاري. الخدمه تاعنا حتكون على واش ربحت سي لو صالون تاع 20 متر كاري. بعد لا بريز دو ميزور و لونتروتيان، حميد راهو يدير ان بوتي روبيراج، خاطرش دائما في هاد المشاريع وين الدار راهي مبنيه ديجا لي ديفي يكونوا شويه صعب، على خاطر الفريق va intervenir sur un projet اللي راهو ديجا طالع. Et les surprises يقدروا يبانوا au fur et à mesure. Et parfois, ce ne sont pas d'agréables surprises للأسف. ومن قبل ما يولي للمكتب، حميد راهو يحاول يرسم الأفكار تاعو على الورق.
يلا نخلو حميد يدير حساباته au millimètre près كالعادة ونرجعوا ليكم للبلاتو. نكوني ثاني نفرح طاسة روزا، نفرح كي تلاقينا بكم وعرفناكم وتعرفنا على روزا لا مامون تاعها وخيتها، وحسينا باللي لا فامي يعني ما كانتش كامل كيف يعني شفنا بلي روزا كانت شويه بعيده على لا فامي تاعها، بعد عاودت رجعت لدارهم. هذا الشيء بالك اللي خلاها تحب تشارك وتفرح لا مامون تاعها. جوستومون كما قلنا في بدايه تزاير ديكو ككل، انه كل مشروع عنده قصه، والقصه هذه تكون يعني لازم حنايا نكونوا كل فريق تزاير ديكو يكون قريب جدا من الناس. انا جيب لي ربي نكملوا معاك. نعم حنكملوا معاك حمزه. جو بونس لاركتيكت لازم يكون عنده ان دوزيام ديبلوم. بسيكولوجي ديسباس، لا بسيكولوجي دي فوليوم، لا بسيكولوجي دي فورم. المشروع لابد أن يصمم ككل متكامل وليس بطريقة مجزأة. هذه مهمة جدا أميرة، ولازم نعرفوا احتياجات الناس يعني بالضبط، ولذلك الحوار معهم. سي بور سا كنا شفنا فوالا روزا قالت لك وين نحب انا نكونوا كامل كيف راهي حابه هذاك القرب هذاك تاع في كل مره تشوفهم قدامها. وكنا حكينا على الاوبن سبيس اللي حنزيدوا نحكيوا عليه ونتعرفوا اكثر واكثر على المشروع في بدايه ونشوفوا التطورات تاعو. بيان سور راح نروحوا للبدايه. ولا هو رغم انه يعني المكان تاعهم راح يديروه ان شاء الله اوبن سبيس، ولكن التحدي تاعنا انه هو مكان ضيق شويه، لازم لنا كيفاش ردوه يبدو فسيحا وواسعا ونحيو هذاك الليفي تاع الاختناق للداخل. ونشوفوا روزا فرحانه وقاعده مع هذا هو لو بلوز الام تاعها وخيتها. حمزه مازلنا متواصلين حنايا في دزاير ديكو لانه اليوم راح يكون عندنا ضيف. نعم. وهذا الضيف راح تستقبلوه انت يا حمزه، على بالي عندك جديد وعندك ما تحكي لنا، ولكن قبل ما نروحوا للضيف اللي جابه لنا حمزه لنهار اليوم ونتعرفوا عليه، واش رايكم نجي لكم انتم مشاهدينا انتم الاوفياء تاعنا اللي ديما تتابعونا، واللي كما قلت لكم يعطيكم الصحه على التفاعل تاعكم عبر قنوات او عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل مره، لي ميساج تاعكم لي زونكوراجمون ديالكم، حتى بالك نقولوا لي ريمارك تاعهم الانتقادات البناءه ديما احنا نرحبوا بها. شكرا لكم على التفاعل تاعكم وعليها احنا ديما نخدموا عليكم وديما حاضرين بيا المسابقات ولي طنبوله. وكالعاده سي اس ام تقصيد راهي حاضره معنا في دزاير ديكو بمسابقه اللي من خلالها تقدروا تربحوا ان كويزين. تبعوا معنا كوزينه مودرن وبيان ايكيبي، حلم كل مرأة جزائرية. سي اس ام تقسيط بالشراكه مع برنامج دزاير ديكو يهدوا لكم مطبخ عصري مجهز وكيما يحب الخاطر. كيفاش تشاركوا؟ سهله مهله، تابوني دزاير ديكو سي اس ام تقسيط في انستغرام وفيسبوك وتخليوا لنا كومنتير طاقيو فيه 3 من الناس اللي تحبوهم يربحوا معاكم وبصحتك الكوزينه. سعداء جدا لاستضافة في هذا المساء الطيب في حصتكم دزاير ديكو في الموسم الثالث أحد إطارات مجمع جيكا الرائد في صناعة الإسمنت السيد حميد دراجي. مرحبا بك. شكرا وشرف لنا أن نكون معكم في هذا اللقاء. الله يبارك فيك. شكرا. والله ماذا بيا سي حميد أنك تعطينا صورة يعني على هذا المجمع الرائد في هذه الصناعة تاع الإسمنت في الجزائر. المعروف أنه وطنيا أنه مجمع جيكا هو رائد في إنتاج الإسمنت. Le groupe JK, il fait aussi la prestation et la maintenance des fours à travers ses unités en Est et en Centre. Le groupe JK aussi, il possède une unité de formation pour ses cadres et d'autres filiales aussi. Il peut faire la prestation en خارج مجمع جيكا bien sûr. كذلك عندنا وحدات لإنتاج الخرسانة المسلحة في المجمع. فيما يخص صناعة الإسمنت مجمع جيكا ملم بكل يعني بليزاكتيفيتي كاع اللي تخص صناعة الإسمنت. ممتاز. سي حميد من فضلك أنا حاب نعرف مع جمهورنا الكريم وش هي لي برودوي اللي يديرهم هذا المجمع، على بالي باللي راكم عندكم من بانوبلي كبيرة. تفضل سي حميد.
اولا عندنا الاسمنت جيكا بنيان اللي هو في لا كلاس 32 ومعروف مجالات الاستعمال تاعو. عندنا كذلك جيكا بيطون واللي هو اوسع استعمال في الخرسانه المسلحه وفي المنشآت الكبرى. وكذلك عندنا جيكا انجازات اللي هو 52 ومعروف مجالات الاستعمال تاعو كذلك. لو جروب جيكا كان رائد وسباق في انتاج الاسمنت البترولي عن طريق الوحده المتواجده في الصيف اللي هي اليونيتي دو برودكسيون عين كبيره سكيك، صابي سكيك سوسيتي دي سيمون عين كبيره، كانت رائده في الجزائر في انتاج الاسمنت البترولي قبل اي منافسين هنا في الجزائر. ممتاز، بارك الله فيك سي حميد. فيما يخص وفي نفس الاطار نتاع المنافسه في الميدان تاعكم، وش هي الاستراتيجيه المستقبليه باش يكون يعني في هذه المنافسه اللي نعرفوها في السوق الجزائريه باش يكون هو ويبقى رائد يعني؟ نعم، هذا يعني كان تحدي كبير بالنسبه لمجمع جيكا في سنه التحول من 2017 الى 2018 وين الجزائر انتقلت من انتاج الاسمنت اون كونتيتي الى انتاج الاسمنت اون كاليتي. دونك المجمع في اغلب لي فيليال تاعو انتهج سياسه لا سيرتيفيكاسيون دي سيستيم اي دي برودوي اوسي دي سيستيم اي دي برودوي. باغ اكزومبل نعطيك لان دي فيليال لا اس سي ام اي وين نشتغل انا في مؤسسه اسمنت للمتيجه. نو سوم سيرتيفي اون ايزو 9001 اللي تخص مانجمنت دو كاليتي فيرسيون 2015. كاين كذلك اي نوتر سيرتيفيكاسيون وهي نعيطوا لها تاج على دي زيكزيجونس بريسك ايكيفالونت كيما سي او. ما عندناش هنا دوك الفرق بين تقول كي تقول ان ا لا نورم الجيريان 442 ولا تقول لا او 197 1 سي بريسك كيف الله يبارك. يعني نفهموا باللي المجمع راهو في اطار تطوير تام وشامل. نشكرك بزاف سي حميد على هذه التوضيحات وشكرا لك مرة أخرى، ونلتقي إن شاء الله في فرصة أخرى سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سي حميد، بارك الله فيك. مع السلامة. شكرا لك حمزة والضيف تاعك اللي كان جانا من عند مجمع جيكا، رفيقنا دائما في دزاير ديكو. ودوكا نعاودو نرجعوا لكم نتوما مشاهدينا مع رفيق واحد اخر اللي هو AMK حباش اللي راهو يهدي لكم في صالون من خلال الطنبوله والمسابقه اللي دايرها. كي العاده نروحوا تكتشفوا نتعرفوا على تفاصيل المسابقه. تخيل معايا تدخل لدارك تلقى صالون مودرن إليغون فونكسيونيل وكل شيء متناسق مع بعضه، ونزيدك هذا الصالون راح تديه كادو مهدى ليك من AMK حباش إيموبيلي بالشراكة مع برنامج دزاير ديكو. صالون الأحلام ممكن يكون ديالك إذا شاركت في هذه الطنبولة بخطوات جد بسيطة. ما عليك غير تابوني دزاير ديكو و AMK حباش إيموبيلي على منصة انستغرام وفيسبوك وتخلي لنا كومنتار اللي فيه 3 من الناس اللي تحبهم يربحوا معاك. ما تضيعش الفرصة، المشاركة سهلة والمكسب كبير. ما تردوش باش تشاركوا، تقدر تكون انت هو الفائز بهذا المسابقه. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تبعتونا لانه وصلنا لنهايه هذا العدد من دزاير ديكو. نتلاقاو في العدد المقبل. صحه فطوركم، سلام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كل من AMK حباش إيموبيلي، CSM تقسيط، المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا. قدم لكم هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية الجزائرية. في هذا الشهر المبارك نحمل في حقائبنا الشوق وفي قلوبنا الدعاء، ونعود حيث تنتظرنا الابتسامات مع الخطوط الجوية الجزائرية. رمضان كريم. الخطوط الجوية الجزائرية تتمنى لكم رمضانا كريم. تاني ستي جبتيني باش نشوف الدار، وين غدو؟
Bonjour, soyez les bienvenus. شفت ما بالضرورة تسمع الكلام، بقيت غير انت. ديك وزينة عليها الكلام، حتى انا نولي شاف. لا على بالك شكون هو الشاف. الصالون هاي تاع مناسبات قعدات لي ماتش. صايي بديتنا بلي ماتش تاعك. دير لي وراو. دوكا ما نسيتوش يسمعوا دراري. هذا هو الهوستونديك اللي كنت نحوس عليه. شوف هذا راه يشبه. سكن راقي، دوموتيك، راحة وفخامة. AMK حباش إيموبيليي. بيناتنا يا كان اللي نسيني. إذا كنتم عمالا أو متقاعدين وتحلمون بمطبخ عصري أو ترغبون في تجديد منازلكم وإضافة لمسة سحرية تجمع بين الأناقة والجمال، سياسام تقسيط تقف معكم وتساعدكم في كل إجراءات القرض البنكي، من تكوين الملف إلى غاية استلام مشروعكم بكل أريحية وثقة. ونضع بين أيديكم تشكيلة واسعة من المنتجات الكهرومنزلية والمطابخ العصرية المصممة حسب أذواقكم ومساحات منازلكم، كل هذا بالتقسيط المريح بما يتناسب مع ميزانيتكم. لا تترددوا في زيارتنا أو الاتصال بنا عبر الأرقام التالية. جيكا بنيان واحد من بين 5 أنواع ننتجها في مجمعنا. يستخدم في التشطيب وأعمال البناء الصغيرة، أما جيكا بيطون فيستعمل في أشغال الخرسانة الجاهزة والمسلحة، بالإضافة إلى جيكا إنجازات الذي يستخدم في الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية والبنى التحتية، وجيكا مضاد الذي يقاوم الكبريت ويستخدم في أشغال البناء في الأوساط عالية الملوحة والرطوبة، كما في الموانئ والمناطق الصحراوية، دون نسيان جيكا بتروليوم المستخدم في إنجاز وتدعيم الآبار النفطية.